السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي شعبية كلنا بنحبها، بس هنعملها بطريقة جميلة قوي، مش شاربة زيت ولا حاجة. هنعمل قرنبيط جميل قوي، هنعمله كريسبي وطعمه حلو قوي، هيعجبك إن شاء الله. وهتعمليه بشوية زيت صغيرة، يعني مش هيشرب معاكي زيت ولا حاجه، وتلاقيه مقرمش وطعمه حلو قوي. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بتجيبي بقى قرنبيطايه زي ما انت شايفاها كده، لما بتيجي تشتريها بتنقيها بيضه، يعني ما تحاوليش تنقي اللي فيها الورده تكون مصفره دبلانه، تبقى الزهرة قدامك بيضة ونضيفة وحلوة. وتحاولي تشتريها الزهرة متماسكة، يعني ما تبقاش الزهرة اللي تلاقيها مفكة من بعضها مفرفرة كده، يعني ما تبقاش مدموكة. شايفة الزهرة مدموكة ازاي؟ تحسي ان الزهرة اهي، شايفاها ماسكة نفسها كده وحلوة. دي القرنبيطة اللي انت تشتريها، دي بتبقى طازة وحلوة قوي لما تلاقيها بيضة وجميلة كده. انا اشتريت قرنبيطه وسط، بس ما شاء الله من الزهره مدموكه وحلوه، ترمي معاكي قرنبيط كتير. بتبداي تقطعيها بالطريقه دي، تسيبي جزء من العروق بتاعتها في الزهره، جزء بسيط كده، ما تسيبيش جزء كبير قوي زي ما انت شايفه كده بالطريقه دي. وتبداي بقى تغسليها، بتشطفيها يعني بتديها بتاعت 3 شطفات كده، على اساس ايه تبقى تنضف معاكي. سايبي بس عليها الميه كده وتنضف. قبل بقى ما نغسلها حط ميه على النار، مع بال ما اغسلها تكون الميه غليت. ميه زي ما انت شايفه كده، ما تخليش الميه تغطي الزهره، الميه تبقى قليله شويه عشان زهره القرنبيط ما تتهريش منك في السوا. نبدا بقى نغسل القرنبيط، تديله 3 شطفات زي ما قلتلك كده. ونبدأ بعد كده نشيله ونحطه في حاجة يصفي ميته، مع بال ما المية بتاعته تغلي على النار. انا هسلق القرنبيط وهعمل نصها، والجزء الباقي هحطه في الفريزر، لان مش هعمل كله، مش محتاجاه كله. ابدا احط بقى في الميه شويه كمون وشويه ملح، واحط بقى الزهره زي ما انت شايفه كده. احاول اخلي العرق بتاعها اللي تحت، العود بتاعها اللي تحت هو اللي في الميه، والزهره من فوق زي ما انتوا شايفين كده، تبقى الزهره من فوق والميه ما تبقاش مغطيه الزهره عشان القرنبيط ما يتهريش منك. انا بديله نص سلقه، يعني ما بدوس عليه في السوا قوي، ازيد من نص سلقه بحاجه بسيطه كده، ما تخلوش مهري يطلع منك مهري على النار. بعد بقى ما بتطلعي القرنبيط وتحطيه تحت الحنفيه، تديله بقى شطفه كده عشان تبطئي تفاعل الميه السخنه عليه عشان ما يبقاش مهري. على حسب الحله ما بتشيل بتبداي تحطي القرنبيط، يعني ما تكربسيش الحله قوي قرنبيط تحطي فوق بعضه، لا، ترصيه كده جنب بعضه على حسب الحله ما تسيع. وتعمليه بقى ايه، عملت الجزء التاني على، يعني ممكن تعمليه على مرتين 3 مش مشكله. ده برضو يستوي معانا شويه كده، هو خد 5 دقايق في السوا، كل مره خدت 5 دقايق. ونبدأ برضو نشطف الجزء ده تحت الحنفية عشان نبطل تفاعل السوا ما يتهريش مننا. ببدأ اجيب بقى بصلاية صغيرة ابشرها بالطريقة دي، لو عندك بصل اخضر حطي، تروحي بشرها بالطريقة دي. وتحضري الخضرة بتاعته، شبت وبقدونس وكزبرة خضرا. بجيب بيضتين تحطيهم في اناء كده، تضربيهم بالمضرب يفكوا من بعض كده. وابدا احط بقى الفلفل الاسود والكمون والملح والكزبره الناشفه، واحط، انا قلت احط كمون، وطبعا الكمون ده لازم تحطي كمون، اوعي تنسي الكمون. وتحطي فصين حبهان تدقيهم وتحطيهم عليهم، وتحطي دقيق زي ما انت شايفه كده،
وبحط معلقه نشا اهي، شايفين معلقه النشا اهي. انا طبعا عشان اعمل نص الكميه حطيت معلقه نشا. بحط معلقه بيكنج باودر عشان بيخليه حلو كده، الخلطه بتبقى منفوخه عليه وحلو، يعني هشه كده وحلوه قوي، وهتلاقيه طعمه حلو قوي كده، مقرمش كده وطعمه جميل قوي. واهم حاجه انه ما يشربش زيت. نحط بقى الخضره، انا حطيت عليهم كمان عودين كرفس، وجبت كام فص توم كده، 3-4 فصوص توم دقيتهم وتحطيهم عليهم. تقلبيهم بقى بالطريقه دي، وتحطي الملح، تظبطي ملحه برده، وتروحي بقى حاطه ومقلبه بالطريقه دي عشان يخش الخلطه فيها كلها. الزهره اللي تلاقيها كبيره يبقى اقسميها نصين. انا هعملها كلها، يعني مش كل القرنبيطه، الجزء اللي انا هحمره اروح احطه في الخلطه واخلصه، بعد كده ابدا احط الطاسه على النار عشان احمر. يعني تخلصيه بالطريقه دي يستحسن، وبعد كده بقى تبداي تحمري. ببدا بقى اجيب طبق او صينيه، تروحي حاطه فيها كوبايه دقيق، وتحطي فيها معلقتين نشا، وتظبطي برضو الملح ونفس التوابل اللي حطيتيها في الخلطه تحطيها على الدقيق بالنشا، ما عدا طبعا البيكنج باودر ما تحطيش بقى بيكنج باودر. حطينا احنا في الخلطه خلاص كفايه كده. نقلبهم بقى ببعض كده، النشا بالدقيق، ونبدا بقى نحط القرنبيط. نخلي الدقيق بالنشا، نغلف القرنبيطايه، يعني الزهره كده نروح مغلفينها. ما شاء الله النشا بتخليه ما يشربش زيت خالص، وبيبقى لونه فاتح كده مش غامق قوي، وشكله حلو قوي. انا حطيت مع الكمون شويه كركم، حبه صغيره قوي، يعني ما كترتش الكركم، ربع معلقه كده، بيدي نكهه حلوه وطعم حلو قوي. برضو تعمليها بقى الكميه كلها زي ما انا قلت لك كده. بعد كده بقى ايه، الزيت خلاص اتقدح معانا، نبدا بقى نحط القرنبيط. بصي القرنبيطه تبداي بقى ايه، تحطيها زي ما انت شايفه كده، العود بتاعها من تحت اهو، يعني مايله على الجنب كده عشان تتحمر من الجزء ده، وتتحمر بعد كده تقلبيها تتحمر الجزء التاني. شايفين ما شاء الله مش حاطه زيت كتير ولا حاجه، الزيت قليل مش كتير، يعني مش مغطيها ولا حاجه، وطلعت جميله ومستويه وحلوه قوي. واهم حاجه انها مش شاربه زيت. وشايفه لونها جميل قوي ازاي، مش هتلاقيها غامقه، يعني مش هتلاقيها اللون الغامق قوي ده، اللون الفاتح الحلو ده. وديها خلصت معانا يا ستي، وما خدتش وقت ولا حاجه. والقرنبيط مفيد قوي، وفي الفتره دي جميل ومال الدنيا، وسعره حلو قوي. طلعيه على مصفى زي ما انت شايفه كده، هو مش شارب زيت ولا حاجه، بس يستحسن انت تطلعيه على مصفى. وبالهنا والشفا.